اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. النهاردة في الفيديو عملنا معاكم طريقة للبسكوت سهلة جدا 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 ولذيذة وحلوة قوي. بسكوت كده من البسكوت اللي أولادي بيجيبوه من الشارع، بيجيبوا مثلا كيس بالشيء الفلاني، وحاجة ايه مش مكلفة خالص ومش تاخد منك أي مجهود ولا أي وقت، وهتعمليها في وقت صغير جدا، وشكله وطعمه خطير واحلى من اللي بتجيبيه من بره بكتير قوي. وهندخل دلوقتي على الطريقة. المكونات بتاعتي سهلة جدا. انا عندي كوباية من السمنة. السمنة دي سمنة نباتي عادي جدا. عندك زبدة ممكن تحطي زبدة، هيبقى افضل بكتير. دي كوباية من السمنة، بس الكوباية دي يعني هنقول كده بالكيلو وهنقول بالكوباية. دي كوباية كبيرة مقدار نص كيلو من السمنة. السمنة دي كانت ساقعة. أهم حاجة إن السمنة بتاعتك تكون طالعة من الفريزر أو التلاجة عشان تكون ساقعة وتديكي نفس النتيجة ونفس القوام اللي انت هتبقي عاوزاه. تمام. هبتدي نخفق السمنة كده شوية، وبعد كده اروح نازلة عليها بنص كوباية من السكر. حابة تزودي سكر تمام، حابة تقللي براحتك اللي يريحك، عشان طبعا لسه في شوكولاته وحشوات وكده، فايه نقلل السكر في البسكوت عشان خاطر السكر يظبط معانا. انت بقى بتحبي الحاجه مسكره قوي تقدري تزودي السكر. تمام. وبعد ما دوبت كده السكر مع السمنه، نزلت عليهم بنص كوبايه من الزيت. بس اهم حاجه الزيت بتاعك ما يكونش ليه ريحه. حلو كده. بعد ما دوبتهم هروح نازله ببيضتين، بس هنزل ببضايه الاول هدوبها كده، واول ما تختفي معايا هروح نازله بالبضايه التانية. وهنزل كده بنقطة فانيليا صغيرة. مش عندك الفانيليا السايلة دي ممكن تحطي كيسين فانيليا، واخلطهم كده حلو قوي مع بعض. وطبعا ما ننساش طبعا ذرة الملح، ودول معلقتين من النشا. معلقتين النشا هنا بيخلوا البسكوتة بتاعتي تطلع هشة اكتر. ودي يعني ايه ذرة كده، سيكة بسيطة من الملح، لا تذكر يعني، بس هي ايه عشان تعادل معانا الطعم وسنة وكده. وبعد ما دوبت الكلام ده كله مع بعضه، المواد السائلة كلها مع بعض، هنزل دلوقتي معايا نص كيلو من الدقيق. وطبعا الدقيق دوت حسب ما العجينة تلم معاكي. انا عايزة العجينة تبقى عجينة طرية، يعني عجينة بتلزق بس مش سايبة، مش طرية. تمام. يعني تلزق في ايدك بس ما تبقاش طرية قوي، ما تبقاش طرية قوي. انا هنا مش بعجن، انا بلم بس الدقيق بتاعي. يعني بلم الدقيق بتاعي كده في الخليط. حسيته كده ان هو لسه طري قوي قوي، فهنزل بباقي نص كيلو دقيق. تمام كده. الخليط ده اخد معايا نص كيلو دقيق بالظبط. العجينة كانت بتلزق وكانت ممتازة وكويسة جدا. طبعا عشان خاطر الكاكاو بينشف الحاجة، فانا حطيت معلقة سمنة تاني عشان خاطر لما احط الكاكاو يبقى القوام معايا مظبوط، ما يبقاش القوام معايا ناشف بتاع الكاكاو، لان الكاكاو بينشف العجينة. فلو ما كنتش حطيت معلقة السمنة دي كانت العجينة معايا هتطلع ناشفة غير الطرية. فانا حطيت معلقة السمنة ده عشان خاطر يبقى مع الكاكاو يبقى العجينتين الفانيليا والشوكولاتة قوامهم زي بعض بالظبط، تكون طرية كده وملمسها حلو. اهو بس كده ادخلها بقى التلاجة ربع ساعة، وبعد كده ارجع اشكلها معاكم. دوت ورق سلوفان، انا حطيته كده على الرخامة ودهنته دهنة زيت. بعد كده ندمت اصلا ان انا حطيته على الرخامة وما عملتش عليه اصلا. يعني كانت العجينة بتلزق فيه جامد حتى بعد ما دهنت الزيت. كانت العجينة بتلزق فيه جامد، فما ما حبيتوش وما عرفتش ان اعمل عليه البسكوت. الافضل من دوت لو عندك المفرش اللي هو السيليكون. عندك المفرش السيليكون دوت هيبقى افضل بكتير قوي من
من الفويل دوت. ومش عندك مفارش سيليكون، ممكن ورقة زبدة، تحطي ورقة زبدة من تحت تحت العجينة، وورقة زبدة من فوق فوق العجينة. انا بعد كده كملت بورق الزبدة اصلا، عشان هفردها دلوقتي معاكم، وهاجي ان انا اشكلها واقطعها، مش هعرف اخلعها اصلا من مكانها، هتبقى لازقة مكانها جامد قوي. والعلو بتاعها انا عايزه العلو بتاعها يكون نص سنتي كده، ما تبقاش رقيقه قوي ولا تبقى تخينه قوي، عشان لسه هنحط بسكوتين فوق بعض، وفي نفس الوقت مش حاطين بيكنج باودر، فالعجينه مش هتنفش معانا. تمام، فانا عايزه العلو بتاعها يكون السمك بتاعها نص سنتي كده، يبقى كويس جدا. اهو مش عارفه اخلعها خالص. بصوا القوام بتاعها نص سنتي. انا البسكوته اللي هطلعها، الصينيه اللي هعملها هدخلها الفرن على طول. انا اصلا كنت مولعه الفرن في المرحله دي، وانا بشكل في البسكوت كنت مولعه الفرن، عشان الصينيه اللي تدخل معايا او الصاج اللي يخلص ادخله الفرن على طول اسويه. هو بيستوي على الرف اللي في النص الفرن سخنه ودرجه الحراره 180. على الرف اللي في النص الفرن تكون سخنه من قبلها ودرجه الحراره 180. مش هياخد معاكي في الفرن 10 دقايق، حرفيا في 10 دقايق هتلاقيه طلع. بصوا هو كده ابتدى انه ايه، كنت عارفه اخلعه شويه، بس بعد كده حرفيا ما عرفتش ان انا ما كنتش عارفه اخلع البسكوته خالص من على السلوفان. فبعد كده كملت على ورق الزبدة، بقيت بحط العجينة في نص ورقة الزبدة واقفلها كده واروح فردها واخلعها على طول. كانت بتطلع معايا اسهل بكتير قوي، وكانت ما خدتش مني وقت اول ما عملتها كده في ورق الزبدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الاشكال دي بتاعتك انتي، عايزه تعملي بقى الاشكال اللي انتي حباها تقدري تعمليها. انا عملت شكل قلب، وعملت شكل النجمه دي، وعملت الشكل اللي هو المدور العادي. تمام، تقدري بقى تعملي الشكل اللي انت حباه واللي انت مفضلاه. اهو بصوا اول ما عملتها في ورق الزبده، انا بقلب الورقه كده العجينه بتطلع معايا سالكه جدا ومظبوطه قوي. بصوا، ده كده كان الصاج، اول صاج استوى يا دوب بس كده بياخد لون من تحت، وبطلعه على طول بعد ما خلصت الكميه كلها طبعا بنفس الشكل. كده كان خلاص استوى، وسبته طبعا ان هو يبرد خالص. ده بطرمان شوكولاته اللي هو بديل النوتيلا، عندك اعملي بيه، مش عندك ممكن تجيبي شوكولاته خام تسيحيها وتحطي عليها معلقتين لبن، وتحشي بيها الطبقة اللي في النص، تحشي بيها البسكوتة من النص. تمام، عندك البطرمان دوت احشي بيه عادي. انا بحط بس حتة كده عشان خاطر ايه، اقفل البسكوتين على بعض قبل ما احطها يعني في الشوكولات وكده. انا نفس الاشكال يعني عملت اشكال كده بالوردة، وعملت اشكال بالنجمة ولا ايه، واشكال بالقلب، وعملت بيها الاشكال اللي هي المدورة العادية جدا. جبت كده يعني كوباية صغيرة خالص، كوباية صغيرة خالص كده من عندي، وابتديت ان انا اقطع بيها. بس مش عارفة، انا كنت مصورة المقطع ده بس مش عارفة راح فين. يعني المقطع ده انا كنت مصوراه بس مش عارفة الصراحة راح فين. بحط كده حتة من الشوكولاتة افردها كده فيها، وراح قافلة الاتنين على بعض. تقدري بقى تعملي الشكل اللي انت حباه بالمقاس اللي انت حباه، عايزة تصغري عن كده، عايزة تكبري عن كده، اللي يريحك. هقفل طبعا كمية البسكوت كلها بنفس الطريقة كده، وبعد كده هجيب شوكولاتة، الشوكولاتة اللي هي الخام العادية جدا، اللي انا بجيب الشوكولاتة اللي هي الدارك من غير حليب، بسيحها كده على حمام بخار، وبحط عليها معلقتين 3 زيت، وبقلبها كده كويس، وبروح ايه، اهو كنت مسيحاها كده، مسيحة الشوكولاتة على حمام بخار، وبعد ما سيحتها حطيت لها معلقتين 3 زيت عشان قوامها يظبط معايا.
وهنزل كده بالبسكوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده في قلب الشوكولاته وهطلعه. كنت حاطه هنا برضو ورق سلوفان على الصينيه عشان خاطر لما اجي اخلعه من على الصينيه يعني يبقى سهل معايا بعد ما يسقع في التلاجة وكده اعرف اخلعه كويس، ما يبقاش لازق معايا في الصينيه. وبنزله كده في الشوكولاته بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا الكميه كلها هعملها بنفس الطريقه دي. حابه بقى تسيبيه كده من غير ما تحطيه عليه شوكولاته من بره ممكن تسيبيه، حابه تحشيه من جوه فراوله، الحشوه دي بتاعتك انتي وحسب ذوقك وحسب ما عينك بتحبي تشوفي الحاجه وحسب ما بتحبي ان انتي تاكليها. كل الحاجات دي في ايدك انتي ان انتي تقدري انك تتحكمي فيها. طريقه سهله قوي قوي وما اخدتش مننا اي وقت. انا تقريبا عملته في نص ساعه وانا واقفه كده، انا خرجت من المطبخ وانا مخلصاه نص ساعه وكنت مخلصاه كله. بصوا شكل البسكوتة عاملة ازاي، شكلها حلو قوي. طبعا خلصت الكمية كلها ودخلتها التلاجة تمسك شوية وتسقع. وبعد كده جبت حبة شوكولاتة اللي هما اصلا كنا مسيحينهم وحاطين فيهم البسكوت، وهدي كده خطوط بس كده من فوق للشكل مش اكتر، تدي بس شكل معايا للبسكوتة مش اكتر من كده عشان تبقى شبه اللي بنجيبها من بره بالظبط. بس وده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، ودي طريقة البسكوت، طريقة سهلة وبسيطة جدا مش تاخد منك اي وقت ولا مجهود. وجربوا الطريقة وايه رأيكم في الكومنتات، واستنوا انتوا تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا شير للفيديو. واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.